ينجو النبي عليه الصلاة والسلام من الغار، ويتبعه سراقة، وصار بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أمتارا، فيلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. فتسيخ أقدام فرسه فيسقط على الأرض، فيعاود الكرة ثم يسقط ثانيا، فيقول: يا محمد الأمان الأمان. مطارد يطلب من مطارد الأمان، الأمان الأمان. فالتفت إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ويلك يا سراقة، ما الذي حملك على اللحاق بنا؟ قال: 100 ناقة يا رسول الله، 100 ناقة رصدتها قريش لمن يأتي بك حيا أو ميتا. وما زال الثمن يدفع أيها الأحبة، ما زالت 100 ناقة ومثيلاتها تدفع في رؤوس المصلحين، وتدفع من أجل القضاء على المجددين. ما زالت 100 ناقة يلوح بها، ما زالت تعرض، ما زالت المكافآت ترصد لكي يأتي أبناء الأمة برؤوس مصلحيها ومجدديها. نعم، إن أعداءنا يضربوننا بأيدينا، إنهم يحركوننا على بعضنا. أيها السادة، للأسف من ألقى يوسفا في الجب غير إخوته، للأسف من قتل قطزا بعد أن دحر التتار في عين جالوت إلا رفيق دربه ببرص، للأسف من لعب الدور القذر في القضاء على مهندس العمليات الاستشهادية يحيى عياش، للأسف من الذي لعب الدور الخسيس في القضاء على بطل القوقاز الخطاب برسالة مسمومة إلا مرافقه، للأسف من الذي يلعب الأدوار من جديد من أجل أن يقضى على كل مشروع دعوة بالقضاء على الداعية. للأسف ما زالت كؤوس السم تعد، ما زالت 100 ناقة تلوح، ما زالت عروض الدنيا تغري، ما زالت الأماني والأحلام تحول كثيرا من أنصار الحق إلى أعداء، ما زال أحقاد النفوس ورعونات الذات الخبيثة القذرة تحرك أصحابها للإجهاز على كل كلمة تقال هنا وهناك. ويم الله قوى أعداؤنا وكل جيوشهم، مهما علت طائراتهم في سمائنا، مهما تحركت بوارجهم في بحارنا، مهما ملأت دباباتهم الصحارى والقفار في برنا، لتعجز عجزا تاما مطلقا على أن تنال من همة الأحرار أو على أن تثني عزيمتنا، ولكنها الخيانة، إنها الخيانة، إنها الخيانة، إنها الخيانة هي التي تقضي على المشاريع. إنها الأيدي التي تلبس رداءنا ثم تطعننا في الخاصرة. إنهم أولئك الخبثاء الذين جندوا أنفسهم للشيطان ويظنون بأنهم يقدرون على أن يطفئوا صوت محمد عليه الصلاة والسلام. حاشا، هذا لن يكون. ما زال الأسلوب هو، ما زالت دعايات ووشايات، ما زال إرجاف وإفك المفترى يردد هنا وهناك، ما زال قيل وقال، ما زالت برمجة منظمة قذرة رخيصة تمارس بدوافع نفسية قذرة تمارس على الدعوة والدعاة هنا وهناك، ما زالت، ويظنون بهذا يقدرون. لا وربي، عاجزون وسينتهون، وسيبقى صوت محمد عليه الصلاة والسلام هو الصوت الوحيد الذي يجلجل في هذا الكون. وسترتفع الراية يا أيها السادة، سترتفع رايتنا قريبا، وأيم الله لن يهدأ لنا بال إلا وقد صبغنا جدار الأقصى بدمائنا، لن يهدأ لنا بال إلا بركعات على ثرى فلسطين. إننا ماضون فاسمعي يا قوى الكفر، إننا ماضون فاسمعي يا قوى العمالة، إننا ماضون ومستعدون وجاهزون أيا كان الثمن وأيا كانت الضريبة. إننا ماضون، لن تستطيع قوة إرجاف إيقافنا، لن يستطيع مكر وكيد إسكاتنا. إننا ماضون وسنحقق مشروع الهجرة. رباه من أجلك وقعناه، تركنا أنفسنا،
تركنا الأزواج والأولاد، تركنا الديار، تركنا الدنيا بمن فيها، تركنا القاعدين المنهزمين ومنتصرون رغم المنهزمين. نعم إننا ماضون ومستعدون لولوج بوابة الآخرة على أعلى صور السعادة والسرور والاطمئنان. يا سراقة، ما الذي حملك على هذا؟ قال 100 ناقة. 100 ناقة. قال يا سراقة ارجع، كيف بك إذا لبست تاج كسرى وسواريه؟ الله أكبر. مطارد ترك داره وأهله وبناته وعقاره، ترك أرضه وقومه يحاربونه يحاصرونه، وحيد في الصحراء يتعقب في القفار، يعد بتاج كسرى وسواريه ويبتسم سراقة. يبتسم تاج كسرى وسواريه فيقول بلى يا سراقة،